فيديو النهارده بقى هيبقى معمول عن اكله معظم الناس بتحبها، وخاصه الطلبه اللي بيبقوا طالعين من الدروس جعانين وبتاع. هي سندوتش بطاطس السوري، طبعا لا يختلف عليها اتنين. جبت من 4 مطاعم سوري وهم فيرا اهل الشام، الدجاج الشامي، الدمشقي، شيف دمشق. هنبتدي بالارخص وهو الدجاج الشامي. بسم الله. 3 اكياس كاتشب. بص، هو طبعا كله ممكن يقول لي مثلا ده سندوتش بطاطس وبتاع، بس في ناس ممكن تحب ده، فاحنا لو ملناش فروقات كتيره لان كلها بطاطس، فهنعمل الفرق ما بين السعر والجوده. اولا ده شكل السندوتش دوت، مش سهله بقى نوريكم السندوتش، احنا هندوق على طول. كميه الكاتشب محترمه، التوميه واصله للسندوتش كله. السندوتش واخد قرمشه حلوه، بس هو الفكره في البطاطس انا ما بحبش طعم العيش الكتير، هو بس فيه طعم عيش كتير، بس السندوتش طعمه حلو. نخش على اللي بعده بقى. واحد معانا وهو فيرا اهل الشام اللي في السلطان حسين. هو الكيس معلوش لوجو، الغلاف نفسه بلوجو، معهوش اي حاجه خالص، ولا كاتشب ولا غيره. السندوتش ده عامل 25 جنيه. هو انا حاسه اكبر شويه من السندوتش بتاع الدجاج الشامي، بس شوف الطعم بقى، في اختلاف ولا مفيش اختلاف؟ هنا السندوتش فيه ميزه حلوه قوي، ان السندوتش من بره ناشف، جوه طري جدا بالصوصات اللي محطوطه فيه، التوميه والكاتشب اللي حاطينه، وحاطين كمان نسبه مخلل. السندوتش ده عجبني اكتر شويه، مش ناشف، ما حسيتش باي طعم نشفان خالص. طبر الان لغايه الان هو اكتر حد عجبني. اللي بعده بقى ثالث واحد هو شيف دمشق، برده بسعر 25 جنيه. سندوتش محمل يعني، ترمش من بره، معاه كيسين كاتشب. هو للاسف مستخدم هاينز، يعني هاينز ده مقاطعه المفروض ما يستخدموش، اتمنى ياخد باله. في بدايل كويسه زي دوت، الدجاج الشامي كان حاطه لنا شيفي كاتشب بدل هاينز المقاطعه ده. بصوا، ما فيش اختلاف كبير قوي عن الدجاج الشامي، نفس الفكره. هو برده فيه نسبه نشفان شويه عكس فيرا اهل الشام. فيرا اهل الشام السندوتش من جوه طري، فيه صوصات كتير، فاتمنى ان هم ياخدوا بالهم من الحوار ده. هو يعني بصوا البطاطس كتيره، كميه السندوتش كبيره، بس الفكره كلها ان برده ناشف، تحس ان فيه كده نشفان. واخر واحد معانا هو الدمشقي، برده بسعر 25 جنيه. ده شكله كاتشب هاينز برده. اول حد يدينا علبه توميه مع سندوتش البطاطس، يعني ده كرم كبير. هو ممكن يكون حطها غلطه تقريبا، ان تقريبا العلبه دي ما بتتحطش مع السندوتش، فمش عارف يعني هو فعلا بيحطها مع كل سندوتش ولا لا. اللي بيشتري بطاطس دايما يقول لنا. ده شكل السندوتش، هو قصير شويه، بس للاسف مش واخد تحميره من بره، ابيض خالص مش واخد تحميره. بصوا السندوتش البطاطس فيه قليله خالص، يعني كميه البطاطس بالنسبه للرغيف، يعني بصوا العيش قد ايه اصلا، والبطاطس اللي جوه حاجه بسيطه جدا. تقريبا ما حطش كاتشب جوه في الساندوتش، بس هو مدينا 3 اكياس كاتشب. بس الساندوتش لو هيطلع كده لوحده مش هيبقى حلو خالص. بصوا بصراحه انا مش هقول مين احسن من مين، انتوا شفتوا تعليق على كل مطعم ايه. طبعا الاكل اذواق، في ناس بتحب كده وفي ناس ما بتحبوش. بس انا عن نفسي انا اكتر حد عجبني كتركيبه كساندوتش هو فيرا اهل الشام. الثلاثه التانيين كانوا طعمهم كويسين جدا، بس دوت الصراحه اللي عجبني اكتر. برده في نقطه عجبتني قوي، ان الدجاج الشامي كان الساندوتش ب 20 جنيه، فدي حلوه جدا، وكانت كميه البطاطس كبيره، والساندوتش كان طعمه حلو. كده بقى تكون الحلقه خلصت. هنحلي برز بلبن شويه كده. استنوني في افكار وحلقات جديده. سلام.